ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي اتم صحة ونعم الله. مبدئيا كده نصلي على النبي. الله، هنعمل مع بعض كده اول تنظيفات رمضان. هبدأ كده بأول حاجة غرفة النوم، الدولاب. بعمل ايه بقى في الدولاب؟ ببدأه ازاي؟ بجيبه من فوق وبعد كده الدواخل وبعد كده بلمعه من بره. اهو زي ما انتوا شايفين كده رصيته بالشكل ده. هبدأ بقى اشفط كده بالمكنسة زي ما انتوا شايفين، وحطيت البتاعة بتاعة التراب دي بتاعة المكنسة. وبعد كده بقى همسحه مسحة كويسة جدا. هرش معطر كده وهمسحه. بجد بيفرق جدا لما بتشيل الأتربة من على الحاجة. بجد الأتربة دي بتعمل طاقة سلبية جامدة جدا. بجد بعد ما خلصت الغرفة حسيت الغرفة اتنفست معايا. بس بجد التنظيفات مرهقة جدا لما بيكون في دراسة كده كويس جدا. الله المستعان كده. خلاص كل اللي ورانا كده قبل رمضان عشان نفضى بقى لشهر العبادة كده. اهو شفطت كل الأتربة كده زي ما انتوا شايفين. هنلمع بقى كده بالمعطر. انا بس بحط المعطر عشان الريحة بس يبقى يدي معايا ريحة كويسة. اهو بقى زي الفل كده زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى الناحية التانية كده بنفس الطريقة. ومتشجعة كده وما تكسليش، هتخلص ان شاء الله كل اللي وراك. كده نزلت الضلفة دي، ابتديت انضف فيها كده زي ما قلت لكم. ابدأي من اول من فوق الدولاب وبعد كده الدواخل. اهو خدت المفرش ده غسلته وابتدي بقى ايه ارص في الحاجة كده. بصوا انا رصيت الرصة كده، بس بصراحة اليوم ده كنت تعبانة جدا. فيا رب الرصة تعجبكم. اهو كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا ريت بقى لو وصلت معايا لحد هنا، يا ريت ما تنساش تحط لايك والاشتراك في القناة، وتكتبي لي كومنت حلو منك كده عشان ارحب بيكي. انا هنا حاطه بتوع الاطفال هنا عشان الدولاب بتاع الاطفال جوه بصراحه مليان حاجات. اهو رصيت الرصه زي ما انتوا شايفين كده. خلصنا الدولاب. هرفع بقى السرير وهنضف تحتيه. اهو زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انا مش عارفه ادعك كويس عشان ماسكه التليفون بايديا، فانا هفصل الكاميرا بقى وابتدي ايه هدعك بقى كويس جدا كده في الارضيه. حاطه اكسجين كده ومعطر فريدة بتاع الارضيات. اهو كده خليتها زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى ارص الحاجه. طبعا الحاجه دي مسحها كويس جدا. كل الحاجات دي بطاطين جديده ومفارش انا ما استخدمتهاش يعني زياده. اهو زي ما انتوا شايفين كده فردت كل حاجه وحطيتهم كده بملايه كويس جدا عشان الاتربه ما تدخلهمش. وبعد كده حطيت بقى المولد زي ما انتوا شايفين كده. وابدا بقى انزل المرتبه كده زي ما انتوا شايفين كده. الدنيا بقت تمام معايا. هنا بقى عايزه اقول لكم على فكره كده. هنا الحاجات دي كانت ايه لونها سيلفر كده زي ما انتوا شايفين كده، بس صدت معايا. فجبت الاسبري الذهبي ده. اهو زي ما انتوا شايفين الماركه بتاعته زي ما انتوا شايفين كده. وابتدي بقى ايه ارشهم كده بجد. وادوا الحاجات دي في حته تانية خالص. بجد انا كنت هرمي الحاجات دي، بس رجعوا كاني جايباهم جداد بالظبط.
هنا جبت الاكياس دي وابتديت افرشها كده عشان وانتي بترشي ما تبهدليش السيراميك الرخامة. بس بجد الاسبراي بجد ودى الحاجات دي في حتة تانية خالص. والاسبراي ده مش مكلف خالص، ب50 جنيه. هرش بقى كويس كده زي ما انتوا شايفين. اي حاجة عندك صدك كده وعايزة تغيري لونها، الاسبراي ده ممتاز جدا بجد، بيودى الحامل ده في حتة تانية خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كده. هرش كويس جدا بقى كده. اهو بقى الشكل اللي انتوا شايفينه ده، حاجة كده تبارك الرحمن بجد. ودي المقابض دي بتاعة المطبخ، كان لونها غير معايا كده فايه، فرشتها زي ما انتوا شايفين كده. وادي الحامل اهو، هتشوفوه دلوقتي وانا حاطه في المجات. بجد شكله اختلف تماما. اهو كده الشكل النهائي زي ما انتوا شايفين. بصوا بقى تحفه ازاي، بجد تحفه جدا. بصوا كمان عملت الصينيه دي جولد كده زي